لكن التعاون أو الشراكة الأمريكية الأفريقية هتتم على عدة محاور. المحور الأول هو ما بين الإدارة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية وحكومات الدول الأفريقية، يعني في المجال الثنائي. ده أول محور. المحور الثاني حضرتك من خلال التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأفريقي. المحور الثالث وده محور هام التنسيق والتعاون مع أفريقيا من خلال التجمعات الاقتصادية الأفريقية. كما تعلمين حضرتك ان في تجمع اقتصادي في شرق افريقيا، في تجمع اقتصادي في جنوب افريقيا، في تجمع اقتصادي لوسط افريقيا، وفي تجمع اقتصادي هام جدا لدول غرب افريقيا. فالتعاون بين تنفيذ الالتزامات والتعهدات التي وردت واتفق عليها خلال هذه القمة في واشنطن في الفترة من 13 ل 15 ديسمبر هيتم حضرتك تنفيذها عبر هذه المحاور. الولايات المتحدة أيضا برضو يجب أن نأخذ في الاعتبار، ودي نقطة يعني تكون محل رصد من جانب الدول الأفريقية ومصر كذلك، إنه في جزء من هذه الاستراتيجية يتعلق بالحوكمة والديمقراطية والشفافية. يعني في الدول الأفريقية. ما احنا بنتكلم على استراتيجية، يعني احنا بنتكلم على استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أفريقيا. ده معناه إيه؟ ده معناه إنه الإدارة الأمريكية وهي حضرتك بتدير علاقتها مع أفريقيا في سياق هذه الاستراتيجية الشاملة، هيكون دايما في بند هي تركز عليه يتعلق بالديمقراطية، يتعلق بحقوق الإنسان، يتعلق بالحريات، يتعلق بالشفافية. وذكروا تحديدا خلال الكلمات التي ألقاها كبار المسؤولين الأمريكيين إنه الولايات المتحدة الأمريكية في العام القادم عام 2023 هيبقى فيه انتخابات حضرتك في عدة دول أفريقية. فالولايات المتحدة هتراقب هذه الانتخابات بحيث أن تكون هذه الانتخابات انتخابات حرة شفافة ونزيهة وشفافة.